السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة وفي احسن حال. هنعمل النهاردة طريقة بطاطس سهلة جدا. جربتها من فترة وعجبتني، فقلت والله لازم اعملها لانها سهلة جدا ومكوناتها موجودة، بس ما كنتش اعرف ان احنا لو ضفنا المكونات دي على بعض هيطلع الطعم الحلو ده. انا جبت بطاطس اي كميه انتوا عايزينها، قشرتها وغسلتها وبدات ان انا اقطع فيها التقطيعه الصغنونه اللي انتوا شايفينها دي. كل ما كانت التقطيعه صغنونه كل ما كانت اسهل وتستوي بسرعه. وانا مش عايزه احط لها ميه عشان ما احسش ان هي مسلوقه، فانا عايزه اسويها في عرقها زي ما بنقول كده. المهم هنقطعها تقطيعه تكون قريبه من بعضها وصغيره، وبعدين جبت بصلتين كويسين حلوين كده وخرطتهم برضو نفس التقطيعة، على فلفل حار على فلفل بارد زي ما تحبي، المهم اي نوع فلفل عندك حطي. ماشي. وبعدين هنغطي عليها. انا كنت في التوقيت ده بعمل مسقعة عشان الزيت كده لونه غامق يعني. ده كان مطرح يعني، كنت في نفس الوقت بقلي فلفل وبتنجان، فخدت كارنيب كده من الزيت حطيته على البطاطس. وبعدين هديت عليها خالص على نار هادية، كل ما تحطي على نار هادية تاخدي منها طعم حلو قوي. وبعدين هحط عليها فصين توم وهنبهرها بقى بالبهارات اللي انت اي بهارات انت حباها حطيها. انا حطيت بس كمون وكزبرة وريحة شطة والملح بتاعنا طبعا حسب الرغبة او زي ما احنا حابين. الطريقة تبان سهلة وتبان عادية يعني، بس بجد طعمها حلو جدا. طبعا ان انتوا عارفين اخر فيديوهاتي ان انا ماشية رايحة جاية بالبنجر، يعني من كتر الانيميا الحمد لله. يعني بصراحة فوائده فظيعة ورهيبة، فانا بصراحة يعني ما ببخلش ان انا الاقي فرصة احط فيها بنجر. ان شاء الله تعجبكم الطريقة، تنسوش اللايك تنسوش الشير، كومنت حلو كده منك.